هاي، احنا هنبدأ بقى نجاوب على الأسئلة اللي احنا طرحناها المرة اللي فاتت. فأنا بتكلم دلوقتي للناس اللي عندها بيزنس، بس نزلت مثلا ماكسيمم كولكشن واحد مثلا، أو الناس اللي هي لسه بقى بتفكر انها يبقى عندها بيزنس. أول حاجة تبقى عارفها انك عايز تبقى عندك identity تنزل بيها، ودي نازل تحتيها حاجات كتيرة جدا. بس بداية يعني ان مفيش حاجة في البيزنس حاجة اسمها غلط خالص، او اللي انت عملته ده غلط او اللي انت عملته ده صح 100%. انت لو عرفت تبيع الغلط يبقى بيرفكت. تمام. في البيزنس اهم حاجة ان الكونكلوجن اللي انت عايزها. تمام. طرق كتيرة، بس بيبقى فيه طريق اوضح مش اسهل، اوضح من التاني. انت عارف انك الطريق اللي انت ماشي فيه ده هيوصلك للهدف اللي انت عايزه. ف يعني إلى حد ما الطريق اللي أنا بقوله أنا مقتنعة بيه لأني شفته كتير، ممكن ما يبقاش الصح أو المناسب بالنسبة لك، بس أنا بقترح عليك طريق. تمام. عشان تعرف الايدنتيتي بتاعتك بتتطلب ان انت تعرف حاجات كتير. الكلاينت اللي انا عايز ابيع له البرودكت بتاعي مين ده؟ قبل ما تعمل الديزاينز عادة الناس بتعمل الموديلات بتاعتها وتقول انا عايزه ابيع الموديلات دي بقى لمين، مين هيلبسها. لا، ده مش صح. انت بتارجت الكلاينت بتاعك الاول وبعد كده بتعمل عليه الموديلات. عشان كده كنت في الفيديو اللي فات قلت لكم ما تعملش اللي انت حابه، انت بتعمل السوق محتاج ايه. تمام. ف مثلا الكلاينت اللي انا عايزه من 18 ل 25، فده بالتالي هو في الاغلب بيدرس، في الاغلب بياخد مصروف، في الاغلب بيروح نشاطات، عنده اكتيفيتيز كتيره في جوه الجامعه او جوه المدرسه وبراها، فبيبقى محتاج اكتر حاجه تميل للسبورتي اكتر. مثلا هودي وبنطلون جينز، او بيزك شميز وبرضو بنطلون يبقى مريح في القعده وفي المشيه في الحركه. بيبقى محتاج مثلا تراك سوتس صيفي او شتوي، فبالتالي هو حركته سريعه. تمام. فانت هتميل بقى انك تنزل الكولكشن بالطريقه دي، الوانه تبقى فيها طاقه، لو في باترنز على الحاجه تبقى الوانها لذيذه ومطرقعه. دي الاجواء بتاعت السن ده غالبا. طيب انا الكلاينت بتاعي لا من 20 ل 30. طب ده في الطبيعي بقى بيبقى بيدرس بيشتغل، متجوز او ممكن لسه ما اتجوزش، مخلف او لسه ما خلفش، فالنفقات بتاعته بتتحدد على هذا الاساس. مخلف يبقى النفقات اكتر بتميل للبيبي اكتر منه لنفسه، فبيشتري الحاجه سيزنال، فبيبقى محتاج حاجه واحده كل سيزن يتفات مثلا او تماتش على الحاجه عنده على الدولاب. انت بتفهم الكلاينت الاول، ورقه وقلم كده وبترسمه. بيقبض قد ايه في الشهر؟ بيصرف قد ايه؟ بيخرج هو اليوم بتاعه نايت لايف اكتر ولا صباحي؟ بيحب. انت على هذا الاساس بترسم الديزاينز اللي هتليق على النوع ده من الكلاينت. فانت خلاص فهمت الكلاينت بتاعك عايز ايه. طيب هتبدأ بقى تعمل الكولكشن بتاعك. فانت لو استقريت مثلا ان انت من 20 ل 30 او 35، فانت لو بتتكلم ان انت بتختار الفئة بتاعت بي ماينس مثلا وبي وبي بلس، فانت بتتكلم لو مثلا حد صباحي يعني بيشتغل وبيروح البيت مش عارفة بيبقى نظامه اللي هو الروتيني الطبيعي بتاعه، فانت هتختار حاجة تبقى كاجوال، حاجة تبقى اوفر سايز عشان هو عايز المقاس الصغير يلبسها والمقاس الكبير يلبسها، فطبيعي هتختار انك تعمل حاجة تفت على كذا مقاس وتبقى كاجوال، تبقى الوانها لذيذة وقماشتها مريحة. بس ممكن لو قميص يلبسه مفتوح وتحتيه تي شيرت قلبته كاجوال، قميص مقفول مثلا فوقيه زي بلوفر مثلا كات او كده، فانت قلبته ممكن يبقى سيمي فورمال. هو ده الاستراتيجي اللي انت المفروض تبدأ بيها حاجة حاجة. فخلاص انت عرفت الكولكشن بتاعك. طب انزل بقد ايه كولكشن؟
والله انا يعني بقترح انك ما تكترش، ما تديش للكلاينت بتاعك اختيارات كتير على البيج بتاعتك عشان ما يتوهش منك. يبقى عندك 2 3 ماكسيمم بتلعب فيهم. هو عارف ان انت فلان، يعني البيج بتاعتك اسمها فلان. عندك 2 3 بس معمولين حلو، تمام. وده برضو معمولين حلو دي it's depends على الفئة اللي انت هتختارها. يعني انت هتختار بي ولا سي ولا ايه. يعني ما تبدأش بايه الا لو انت يعني هتبدأ اختين، فانت اوريدي انت مش محتاج اصلا نصايح في البيزنس ولا الماركتينج ولا الكلام ده، لان انت عندك تيم هيشتغل على الكلام ده كله. انا بتكلم على البراند اللي هو طبيعي، اللي زينا، اللي هو وان مان جوب، اللي هو بينزل يشتري القماش بنفسه، بيتست الخامات، بي بيجيب كل الاكسسوارز، بيعمل الديزاين عليه عشان يقيسه الاول، عشان لو طلع فيه مشكله ياخده يلبسه هو. فانا بتكلم على البراند الطبيعي، الناس الطبيعيه خالص، تمام. ف انت بتختار 1 أو 2 أو 3 مودلز، يعني 3 مودلز مثلا او ديزاينز، وبتشتغل عليهم. ما تديش الكلاينت اختيارات كتير عشان بضاعتك تتباع. خلاص انا عملت. فانت هتعمل الاول تيستنج كولكشن، فهتدخل بيه وتست رد فعل الناس وتبدأ تعمل عليه ماركتينج. انت مش هتبيع من اول كولكشن. حاجة كمان، ابدأ في الصيف، ما تبدأش في الشتاء، تمام. ليه بقى؟ علشان خاطر الصيف عمره طويل. انت هنا في مصر عندك 3 فصول. هو الطبيعي الناس بتقسم السيزون هنا في مصر صيف شتاء، وبينهم حاجات يعني بيتدخل وان موديل في الكولكشن، يعني بيبقى حاجة زيادة عن الكولكشن اللي انت منزله. بس انت في الصيف عمر طويل، فمبيعاتك عمرها بيبقى اطول، فالحاجة ممكن تتباع معاك اسرع. في الشتاء خلي اختياراتك اقل كمان من الصيفي، وابدأ في الصيف. يعني اختياراتك بتبقى اقل من الصيف، وابدأ في الصيف اكتر. خلاص انا تمام وعرفت الكلاينت بتاعي. وانت مهم انك تعرف الكلاينت بتاعك عشان لما تيجي تماركت تعرف تجيبه صح، فده اهم حاجة. عرفت الكلاينت، عرفت الموديلات اللي انا هبدأ بيها، عرفت الاعداد بتاعه الموديلات هتبقى قد ايه والشكل هيبقى عامل ازاي. طيب انزل بقى اجيب القماش ولا اودي لحد يجيب لي يعني ورشة بقى هي اللي تتكفل بكل حاجة؟ انا رأيي في البداية انزل بنفسك، جيب كل الاكسسوارز وكل القماش، عشان الورشة ممكن او المصنع ممكن يضحكوا عليك في الخامة، يضحكوا عليك في السعر. المهم انك تبقى فاهم، حتى لو مش هيضحك عليك بس تبقى حاسس ان مطمن ان الناس دي مش بتضحك عليا. فانت بنفسك شوف الاسعار، حتى لو هتضحك عليك من بره، بس انت في الاخر عرفت ان المحل ده ممكن يضحك عليك. او القماشة دي عموما اللي بتنزل لمصر بيبقى فيها مشاكل بتوبر. انت مهم انك تفهم الحاجات دي. من ضمن الحاجات اللي تخليك تبدأ بيزنس كويس وتكمل بيه كويس، انك تبقى فاهم الحاجات اللي حوالين الديزاين اللي انت اخترته انها ماشية طبيعي وكويس، تمام. فاحنا يعني هنبدأ نتكلم برضو في الفيديو اللي جاي عن برضو انا لسه بيزنس صغير او لسه ما ابتديتش، اعمل ماركتنج ازاي، والفاينانشال بارت اللي عندي ادير ازاي الماليات اللي عندي، الحاجات دي وان شاء الله اكتر. في الفيديو اللي جاي هنتكلم برضو عن الحاجات اللي ليها دعوة بالبيزنس اللي لسه ما ابتداش. وبرضو لو عندكم اي اسئلة ابعتولي. يلا باي.